يا أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة معانا درس عملي جدا ومهم قوي، خصوصا الناس اللي بتعمل شوبينج في بلد بتتكلم ألماني. هنتكلم عن 3 أفعال هتحتاجوهم في أي محل ملابس حرفيا. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. طيب، خلينا نبدأ بسؤال كده عشان ندخل في الجو على طول. تخيلوا معايا الموقف ده. انتم في محل وصاحبكم بيقيس جاكيت وعايزين تقولوا له الجاكيت ده شكله تحفة عليك، لايق عليك قوي. كتير مننا ممكن يقف هنا ويفكر اقولها ازاي دي بالألماني. ما تقلقوش خالص، الحل اسهل بكتير مما تتخيلوا، وده اللي هنعرفه سوا النهارده. تمام. أول فعل معانا هو passen. الفعل ده هو المفتاح، هو الأساس لأي كلام عن المقاس. يعني الحاجة دي مظبوطة، واسعة، ضيقة، كل ده بيبدأ ب passen. معنى باسن ببساطة شديدة هو يناسب المقاس. بنستخدمه لما نكون عايزين نتكلم عن إذا كان التيشيرت ده مقاسنا ولا لأ، أو البنطلون ده مظبوط علينا ولا واسع شوية. يعني كل تركيزه على المقاس وبس. وهنا بقى نيجي لأهم حتة في الدرس كله، ركزوا معايا قوي. القاعدة سهلة جدا. مع الفعل ده بنستخدم مير اللي هي ليا ودير اللي هي ليك. طب ليه؟ لأن المنطق في الألماني مختلف شوية. مش أنا اللي بناسب الهدوم، لأ، الهدوم هي اللي بتناسبني أنا أو بتناسبك أنت. فهمتوا الفكرة؟ طب تعالوا نشوف أمثلة عشان الموضوع يوضح أكتر. بصوا كده على الشمال، دي براون هوز باست مير، معناها إن البنطلون البني ده مقاسه مظبوط عليا. طيب على اليمين، دي براون هوز باست دير، يعني مقاسه مظبوط عليك. شفتوا السهولة؟ مفيش أي تغيير غير في الضمير ده بس، مير أو دير. والحلو في الموضوع إننا ممكن نستخدمه في أي موقف. لو عايز أقول إن المقاس مظبوط هقول دي بلاو هوزة باست مية. طب لو مش مظبوط سهل قوي، بزود نشت في الآخر. ولو عايز أسأل حد هبدأ بالفعل نفسه، باس دي براون هوزة، يعني هل البنطلون البني ده مقاسك؟ بسيطة خالص. طيب، مستعدين للمفاجأة بقى؟ الفعل التاني اللي هنتكلم عنه بيستخدم نفس القاعدة السهلة بالملي، يعني مفيش أي حاجة جديدة هنحفظها، هو نفس النظام. الفعل ده هو شتيهم. طيب ايه الفرق طالما نفس القاعدة؟ ايه الفرق في المعنى؟ شتين مش للمقاس خالص، دي للشكل، للستايل. معناها يلائم، او زي ما بنقوله بالعامية كده لايق على. لما نقول اللون ده لايق على حد او الفستان ده شكله حلو على حد، هنا بنستخدم شتين. وده بقى المثال اللي هيحط النقط على الحروف. لو حد عايز يقول لصاحبه إن الفستان الأحمر ده شكله يجن عليه، هيقول Das rote Kleid steht dir gut. جملة تسمعوها وتستخدموها كتير جدا في المواقف دي. وزي ما وعدتكم هي نفس القاعدة. Das rote Kleid steht mir، يبقى الفستان الأحمر لايق عليا. طيب، Das rote Kleid steht dir، يبقى الفستان الأحمر لايق عليك. متهيالي مفيش أسهل من كده، صح؟ ونيجي بقى للفعل الثالث والأخير في العصابة دي، وهو فعل gefallen. وبالفعل ده الصورة كلها بتكتمل وهتفهموا المنطق كله. الفعل جفالن معناه يعجب، بس عشان نفهم هو ليه ماشي على نفس القاعدة لازم نفهم أصله. الترجمة الحرفية بتاعته هي الشيء ده بيسبب لي الإعجاب أو هو مرضي ليا. عشان كده مرة تانية بنستخدم مير ودير. وللمرة التالتة والأخيرة عشان المعلومة تثبت في دماغنا وما تروحش تاني، بصوا معايا. Das Blau Hemd gefällt mir، ترجمتها القميص الأزرق عجبني، وdas Blau Hemd gefällt dir يبقى القميص الأزرق عجبك. نفس القاعدة، نفس السهولة، تالت مرة على التوالي. طيب، عشان نلم كل اللي قلناه ده في مكان واحد وما نتوهش، عملت لكم جدول يلخص الحكاية كلها. دي الخلاصة، أو زي ما بنقول كده الزتونة بتاعت الدرس. بصوا على الجدول ده، هو ده مرجعكم. باصن قلنا للمقاس، وشتين للشكل، يعني لايق ولا مش لايق، وآخر حاجة جفلن للإعجاب بشكل عام، يعني ذوقكم الشخصي. كل واحد قدامه استخدامه ومثال عشان تفتكروا الفرق. الجدول ده لوحده كفاية. والخلاصة النهائية، النقطة اللي لو طلعتوا بيها بس من الدرس ده يبقى كفاية قوي، إن ال3 أفعال دول كلهم بيستخدموا نفس القاعدة البسيطة، قاعدة الداتيف اللي هي مير ودير، عشان نحدد مين الشخص اللي بنتكلم عنه. وبس كده. عشان بقى نتأكد إن المعلومة وصلت وثبتت، عايز أشوف إبداعاتكم في التعليقات تحت. كل واحد يكتب جملة من عنده بيستخدم فيها أي فعل من ال3 اللي اتعلمناهم النهاردة. وطبعا لو الشرح ده كان مفيد وعجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان الدروس الجديدة توصلكم أول بأول. أشوفكم على خير المرة الجاية.